صباح الخير، صباح الفل عليكم يا حبايبي. النهارده هنعمل مع بعض كوكيز البصمة. البصمة بتاعتنا هتكون على شكل قلب. كوكيز كده لذيذ وسهل جدًا. يالّا نبتدي مع بعض. هنا حطينا 115 جرام من الزبدة بحرارة الغرفة. هنحط عليها 60 جرام من السكر البودرة، ونقلبهم كويس بالspatula بتاعتنا لحد ما السكر يختفي في الزبدة. يا ريت ما نبالغش في ضرب الزبدة مع السكر كتير، عشان لمّا نيجي نعمل الكوكيز ما يفرش مننا. زي مثلًا لمّا بنيجي نعمل اسمه إيه، البيتي فور. أنا حطيت صفار بيضا والفانيليا، تمام، لحد ما تختفي. وبعد كده هننزل بالدقيق. الدقيق بتاعي ده 140 جرام، عليهم 15 جرام من النشا، تمام. مش ساعات لمّا بنعمل البيتي فور ويدخل الفرن بنلاقي الرسمة كده اختفت وفرش كده مننا، فده بيكون السبب إن إحنا ضربنا الزبدة كتير أوي مع السكر، تمام. هنعجنها بقى كويس، أنا هنا لميتها بإيدي، وبعدين هنكورها. أنا من الناس اللي باحب الكوكيزات جدًا وباحب أعملها في البيت بتعمل يعني لمّا بنشغّل الفرن ونحط فيه الكوكيز أو البسكوت، بيطلّع ريحة حلوة كده جميلة أوي بتبقى في البيت، والولاد كده يعني بنصنع ذكريات حلوة كده ليهم، بحيث إن هُم يفتكروني بقى لمّا ربنا ياخد أمانته زي ما بيقولوا. عملت فيها القلب كده زي ما أنتم شايفين، نضغط كده كويس لجوّه بس ما تضغطيش جامد يعني، تمام. وبعد كده هنكمّل الباقي، واحدة كمان أهي، عشان يبان معانا شوية القلب. بعد كده هنحط بقى المربى، ممكن أنا استخدمت مربى فراولة، انتي ممكن تستخدمي تين، مشمش، توت، نوتيلا، لوتس، أي نوع مربى انتي بتحبيه أو أي flavor انتي حابة تضيفيه، تمام. ابدعوا يعني كده وابعتولي ووروني يعني ياريت. بس بجد جميل أوي وطعمها وهي سخنة قريبة جدًا للغريبة، ولمّا برد بقيت حاساه زي البيتي فور بالضبط. إحنا ممكن نعتمده في الشغل بتاع العيد إن شاء الله. وعلى فكرة ما خدش أكتر من 10 دقايق في الفرن، يعني لو جالِك ضيف على غفلة تقدري تعمليه بمنتهى السهولة وبسرعة جدًا. هندخّله الفرن سخن، تمام. 10 دقايق ل12 دقيقة بالضبط، ما تكتريش عن كده. شكله جميل ولذيذ، وقُلنا نعمل حاجة كده الصبح والولاد في المدرسة كده، ولمّا ييجوا نفاجئهم، أو ممكن نستناهم لمّا يرجعوا ونعمله معاهم سوا، هيفرحوا جدًا، جدًا وهُم بيعملوه معاكم. هاستنى تطبيقاتكم وتعليقاتكم، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس بتاع القناة عشان يوصلكم كل جديد. للي ما يعرفنيش أنا ريهام، واللي لسه بيتابعني جديد. هاستناكم بقى تبعتوا لي التطبيقات بتاعتكم. عملنا أهو معاكم كوكيز البصمة أو بصمة القلب. نقدر نشربه مع الشاي، مع النسكافيه، مع القهوة، حاجة جميلة ولذيذة. وممكن كمان نحطه للولاد في الlunch box، هيبقى أحلى وأحلى، وهينبسطوا جدًا بيه. يالّا سلام.